السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في علاقات كده من نوع معين ما ينفعش فيها حاجة اسمها فرصة تانية. اللي بيكرر أخطائه معاك مرة والتانية ما يستحقش فرصة تانية. اللي بيتعمد يجرح فيك طول الوقت وبيتعامل معاك بمنتهى الإهمال ما يستحقش فرصة تانية. اللي يفرط في مكانه وهو كان قادر في يوم من الأيام إن هو يحافظ عليه وبإيديه ما يستحقش فرصة تانية. انت اولى بيها، اديها لحد تاني يعرف قيمتها ويعرف قيمة نفسك. علموهم احترام الفرص وانهم مش بعد ما يلفوا لفتهم وما يلاقوش زينا يرجعوا لنا ويقولوا لنا ادولنا فرصة تانية. علموهم ان في حاجات في الحياة لو فرطت فيها مستحيل تقدر تعوضها. فأحب أقولك يا ابن الحلال، ما تضيعش وقت وتستنزف من طاقتك ومجهودك وذهنك وفكرك ومشاعرك مع حد مش مقدر قيمة نفسك ولا حتى قادر يستوعب الحياة من غيرك هتكون شكلها عامل ازاي. ولازم تفهم وتستوعب ان محدش يستهلك مرتين، هي مرة واحدة. وانت كمان اوعي يوحشك حد مبسوط مع غيرك، ولا تفكري في حد مشغول عنك مش بيكي، وياكي تحن لحد انت مش فارقة معاه، ولا تقدري ولا تحسي بحد بيعمل للكل حساب وبيجي عليكي. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.